كي دايرين كي غادي أحسن الأحوال. قضية اليوم على واحد المواطنة قطرية اللي كانت باغا تبنى رضيع مغربي، ولكن لقات بأنه قانونيا غير مسموح لها. هذا علاش اختارت واحد الطريق آخر وجرات معاها بزاف ديال الناس اللي عماهم الطمع. فبلا ما نطول عليكم يلا نبداو القضية ديال اليوم. القضية كتبدا ملي واحد المواطنة قطرية واللي كتسكن في قطر لقات بأنها ما كتولدش، ما خلات حتى شي طبيب وما مشاتش عنده، وكلهم أكدوا لها بأنه مستحيل تولد. فهنا فكرت هي وراجلها ولقاو بأنه أحسن حل بالنسبة لهم هو يتبناو شي وليد ولا بنيته اللي يعمروا لهم حياتهم. هاد المرأة سميتها آمال، تلاقات مع واحد السيدة مغربية سميتها مريم وفي عمرها 25 عام، وقالت ليها بأنها مزوجة بواحد السيد اللي ميسور ماديا وما خصهم حتى شي خير، ولكن ربي ما رزقهمش الولاد. هذا علاش بغاو يتبناو شي وليد ولا بنيته اللي يعمر عليهم. وسولاتها واش كتعرف شي عائلة ولا شي واحد اللي عنده شي وليد وباغي يعطيه للتبني. فهنا لطيفة قالت ليها شوفي أنا ما كنعرف حتى شي واحد، ولكن أجي عندي المغرب مرحبا بك لدارنا وديك الساعات نقلبوا عليه أنا وياك. وهذا الشيء بطبيعة الحال كان من وراء مقابل مادي. مريم قررت أنها توقف مع آمال لأنها كانت عارفة بأن هذه القضية فيها فلوس كثيرة وهي أكبر مستفيدة من هذا الشيء. وفعلا داك الشيء اللي كان. آمال ومريم جاو بجوج بهم للمغرب. مريم استقبلتها في دارهم لأنها كانت كتسكن غير هي وامها. تهلاو فيها ورحبوا بها وكانوا فرحانين بها بزاف لأنهم كانوا عارفين بلي غادا تكون قدام الخير عليهم وغتدخل عليهم الفلوس. وحتى آمال ما قصرتش من حقها لأنه في هذه الفترة اللي كانت جالسة معاهم هي اللي كانت كتصرف وما خلات ما جابت ليهم. وقبل ما يبداو يقلبوا على شي وليد ولا بنيته أول حاجة داروها مشاو للمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، وبالضبط القسم قضاء الأسرة. سولوا على الوثائق والشروط، وهنا صدمهم السيد وقال لهم بأن أول شرط هو أن الأم اللي باغت تبنى خاصها تكون حاملة الجنسية المغربية أو لا على الأقل عندها جنسية مزدوجة، يعني جنسية مغربية زائد شي جنسية أخرى. آمال تصدمات بهذا الخبر وحسات بأن الحلم ديالها ضاع منها لأنه قانونيا ممنوع لها نهائيا أنها تتبنى شي وليد مغربي. رجعت مع مريم للدار وكانت مقلقة بزاف وكتبكي، فاقدة الأمل أنه غترجع لقطر وتدخل على رجلها بشي بنيته ولا وليد في إيديها. هنا مريم عاودت ليها على الكارير ديالها وقالت ليها بأنه قرات التمريض في واحد المدرسة خاصة، خدات الدبلوم ودوزات ستاج في السبيطار ديال محمد السادس بمدينة آسفي، وبأنه في هذه الفترة تعرفت على الطبيبات والفرمليات لي ساج فام على السيكوريتي ودارت معارف وسط من السبيطار اللي يقدروا يعاونوها. وبأنها هاد السيمانة غتمشي للسبيطار وتسول لعل وعسى تلقى شي ناس اللي ما فحالهمش وباغيين يتخلاو على ولدهم ولا شي وحده ولداتو بطريقه غير شرعيه وما قادراش انها تكلف به. امل فاش سمعت هاد الهضره رجع ليها شويه الامل وقالت لمريم بانه ما عندهاش مشكل، اهم حاجه بالنسبه ليها انها ما ترجعش لقطر بايديها خاويين. مريم ولات كتفيق في الصباح كتلبس حوايجها وكتمشي للسبيطار وبالضبط لقسم الولاده، وكتبدا تسول في العيالات اللي كيبان ليها بان الوضعيه الماديه ديالهم صعيبه واش باغيين يتخلاو على ولادهم لواحد السيده اللي لاباس عليها واللي غتكبرهم في الخير والخمير. وفي كل مره كانت كترجع بخفاي حنين وكاع المحاولات ديالها فشلوا ليها. فهنا جلسات هي وامال وبداو كيفكروا في شي خطه اخرى اللي قدروا انهم يلقاو بها شي رضيع. غيروا الوجهه ديالهم ومشاو لمدينه مراكش. اول حاجه داروها مشاو للسبيطار وبداو كيسولوا في الفرمليات والعيالات، ولكن المحاوله ديالهم فشلات من جديد. مشاو جلسوا في واحد لوطيل وتما تعرفوا على واحد السيد اللي خدام تما. عاودت ليه مريم اشنو كاين على هذيك السيده القطريه وقالت ليه واش كتعرف شي وحده اللي باغا تخلي على الرضيع ديالها وتبيعو مقابل واحد المبلغ مادي، او لا شي مرا اللي كتوسط وكتسخر في هذا الشيء، وبانها غتهلا فيه هو وحتى المرا اللي غتدبر لهم في هذا الوليد، اما الام فغيعطيوها فلوس صحيحه. السيد اللي كان خدام تما عجباتو الفكره
وعرف بان القضيه فيها الفلوس. قال ليها بانه كيعرف واحد القابله اللي كتولد العيالات في الدار، وبانه اكيد كتعرف شي مرا اللي باغا تخلى على الابن ديالها. اتصل بهاد المرا وعاود ليها اللي كاين، وقال ليها بان السيده لاباس عليها وراها غادا تهلا فيك. فالمرا ديك الساعه تشدت الطاكسي وجات عندهم اللوطيل. جلسات مع هاد المرا القطريه اللي عاودت ليها القصه ديالها، وقالت لها شوفي انا غادا نوقف معاك وغنجري معاك في هاد الخير في سبيل الله، وديك الهضره ديال والو، لان الهدف الرئيسي ديالها هي كان هو انها تاخذ فلوس. قالت ليها شوفي انا كنعرف واحد السيده اللي حملات بواحد الطريقه غير شرعيه، وباللي ما كاملاش سيمانه باش ولدتها، وبانها جات لمدينه مراكش باش تخبى على والديها، وقالت لهم بانها جايه غير باش تخدم وكتقلب على شي حد اللي ياخذ منها الابن ديالها، وإلا قلت ليها بانك باغا تشريه من عندها راه غتفرح وغيعجبها الحال. انا غدا ان شاء الله غنجيب معايا الام والوليد ونجي عندكم اللوطيل، تفاهموا على الفلوس وديك الساعه تيكون خير. ايوا والنهار الاخر جات القابله وجات معاها حتى الام ديال هذاك الرضيع. الام خدات 3 مليون ديال السنتيم مقابل الابن ديالها، اما المولده اللي هي القابله والسيد اللي كان خدام في لوطيل وقف ليهم في هذا الشيء، كل واحد فيهم خدا النصيب ديالو. امال ملي شدات هذاك الوليد في ايديها بغات تطير بالفرحه، وحسات بان الحلم ديالها صافي تحقق. كان كيسحاب ليها بلي الاجراءات الاداريه شي حاجه اللي بسيطه وميسره في المغرب وما كاينش فيها صعوبات. هادشي اللي كانت كتبين ليها مريم، وكان كيصحاب ليها بلي المغرب فيه السيبه. في نفس النهار اللي شدوا فيه هاد البيبي رجعوا كيجريو لمدينه اسفي، لانهم كانوا خايفين ان الام ترجع في كلمتها تعطيهم فلوسهم وتقول لهم عطيوني ولدي، اولا تشوه بهم في الوطيل فين كانوا جالسين. من بعد ما وصلوا لمدينه اسفي باتوا في هذيك الليله، والنهار الاخر في الصباح امال اول حاجه دارتها اتصلت بالسفاره القطريه اللي كاينه في مدينه الرباط، وقالت لهم بانها مواطنه قطريه وباللي ولدات في السبيطار ديال مدينه اسفي، وسولاتهم على الاجراءات القانونيه اللي خاصها دير والوثائق اللي خاصها تجمع بهدف انها ترجع لبلادها وهي هازه ولدها في ايديها. قالوا لها غادي يخصك فوتوكوبي ديال الباسبور ديال راجلك وديال الباسبور ديالك، جوج تصاورات ديال الوليد اللي يلاه تزاد، شهاده الازدياد ديالو، شهاده دخول المستشفى، شهاده الاستشفاء، وشهاده الخروج من المستشفى. امال ملي سمعت هاد الوثائق كاملين شداتها الخلعه وعرفات بانه تقدر توحل. الدري شداتو وخلصات عليه الفلوس، ولكن كيفاش غادا دير حتى تخرجوا من المغرب وديه معاها لقطر؟ هنا مريم قالت لها شوفي ما تهزي الهم حتى شي حاجه، وجدي غير بصدامك، راه كنعرف الناس في المقاطعه، كنعرف الناس في السبيطار، ورقاتك كلهم غادي نوجدهم ليك، وكل حاجه عندها ثمنها. امال قالت لها غير حلي فمك وطلبي وامري، وانا اللي احتاجيتيها غادي نعطيها ليك، غير وجدي لي ورقاتي وعاونيني حتى نهز ولدي ونديه معايا لقطر. ايوا مريم اول حاجه دارتها مشات عند واحد السيد متقاعد اللي كان خدام ضابط ديال الحاله المدنيه، قالت ليه باللي خاصها نسخه من عقد الازدياد وشهاده الحياه لهذاك الوليد. اتفقوا على 3000 درهم، وقال ليها بانه النهار الاخر غادي يكونوا عندها. تلاقات مع هاد الضابط ديال الحاله المدنيه وخدات من عنده الوراق وعطاتو الفلوس. من بعد هادشي مشات للسبيطار، وكيف ما قلت لكم من قبل ان السيده ديجا كانت فيه ستاجير، وفي هذيك الفتره اللي دوزات فيها ستاج تعرفت على بزاف الناس ودارت بزاف المعارف، ومن ضمن المعارف ديالها كانت واحد القابله اللي معروفه في السبيطار. مشات عندها وعاودت ليها القصه كامله، وقالت ليها بغيتك توجدي لي الوريقات وتزوريهم، وفي المقابل انا غادي نعطيك 6000 درهم من ضمن هاد الوراق اللي كيبينوا بانها فعلا هاد السيده ولدات في السبيطار وخرجات منه. كاينه شهاده الاستشفاء، كاينه شهاده الدخول للسبيطار، شهاده الخروج وعقد الازدياد. هاد الفرمليه باش تزور هاد الوراق استعملات واحد الطوابع ديال واحد الطبيب والطبيبه، وزورات حتى لا سينياتور ديالهم. رجعات مريم للدار وهي جايبه معاها الوراق كاملين. قالت الامال بان كاع الوراق اللي طلبات لهم السفاره موجودين، وباللي بقات لهم ورقه وحده واللي غيوجدها ليها واحد الدري هو وصاحبه اللي خدامين في السيبر وعندهم مع هاد الشيء. مشات لعندهم واتفقت معاهم على 3000 درهم الواحد، وفعلا خرجوا لها هذيك الورقه واللي كتبان بحال اللي اصليه ورسميه. السفاره من بعد ما توصلوا بالوثائق من عند امال، اول حاجه داروها هو انه في 3 غشت 2010
تواصلوا مع المدير ديال مستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي على أساس أنه يزودهم بمعلومات ديال واحد السيدة سميتها أمل، مواطنة قطرية اللي ولدات عندهم في السبيطار، لأنهم كانوا شاكين فيها، خصوصا أن هاد المرأة ما صرحاتش بالحمل ديالها في المطار ملي يلا دخلات، زائد أن المرأة في الوضعية المادية ديالها علاش غادا تولد في سبيطار عمومي. من بعد مدة قليلة جاوبهم المدير ديال المستشفى على الطلب ديالهم، وقال لهم بأن هاد المرأة ما ولداتش عندهم في السبيطار، وبأن الدوسي ديالها ما كاينش عندهم نهائيا. السفارة من بعد ما توصلات بهذا الجواب من طرف المدير ديال السبيطار تأكدوا من الشكوك ديالهم وعرفوا بأن القضية فيها تزوير. جمعوا الدوسي كامل وصيفطوه للبوليس ديال مدينة آسفي باش يستفسروا ويبحثوا في هذا الموضوع ويتأكدوا من الطابع والسيناتور اللي كاينه في هذيك الوراق. البوليس من بعد ما توصلوا بهذاك الدوسي من طرف السفارة، أول حاجة داروها مشاو كيجريو للسبيطار، لأن القضية ماشي سهلة وفيها تزوير. خداو الروجيستر ديال قسم الولادة باش يشوفوا شكون اللي دخل السبيطار وخرج منه، ولقاو بأن الاسم ديال آمال القطرية ما كاينش فيه نهائيا. في الوثائق اللي كان عندهم لقاو بأن اللي شرف على الوراق هما واحد الطبيب والطبيبة اللي كانوا خدامين في قسم الولادة، واستدعوهم باش يحقوا معاهم. واجهوهم بالوثائق وقالوا لهم واش نتوما اللي شرفتوا على الحالة ديال واحد المواطنة قطرية واللي ولدات عندكم في قسم الولادة، لأن هاد الشيء اللي كيبينوا الوراق. ولكن الطبيب والطبيبة قالوا لهم بأنهم ما ولدوا حتى شي امرأة قطرية، زائد أن الوراق فعلا فيهم الطابع ديالهم وسمياتهم، لكن لا سيناتور راها مزورة ماشي ديالهم نهائيا، يعني شي واحد خدام في السبيطار هو اللي زور الوراق. البوليس بداو التحقيقات ديالهم وبقاو كيقلبوا ويهبشوا وينبشوا حتى لقاو واحد الممرضة اللي عرفوا فيها التخوفيش وكتشد الرشوة. عيطوا ليها واستدعوها باش يحقوا معاها، وفعلا لقاو بأنها هي اللي زورات الوراق. وملي سولوها شكون اللي جا عندها باش يطلب منها انها تزور هاد الوراق، قالت لهم باللي واحد صاحبتها سميتها مريم وباللي ديجا ستاجات عندهم في السبيطار. قلبوا على هاد السيده وعرفوا لادريس ديالها فين كتسكن. البوليس مشاو للدار ديال مريم، حلات ليهم الباب الام ديالها، دخلوا عندها ولقاوها كاينه غير هي والرضيع، مريم وامال ما كاينينش. سولوها على هذاك الرضيع شكون هو، قالت لهم بانه ابن واحد القطريه بالتبني. سولوها على مريم قالت لهم بانها ما كايناش وسافرات. سولوها على ديك المواطنه القطريه وقالت لهم بانها رجعت لبلادها تصايب شي وراق وتقضي شي غوارض، عادة ترجع دي ولدها، لان هاد الام ما كان في راسها ما يتعاود. البوليس هنا خلاو ليها الرضيع تحت من الرعايه ديالها بين ما فكوا اللغز ديال القضيه، وهذا الشيء بطبيعه الحال كان بامر وكيل الملك، لانهم ما كانوش عارفين الرضيع ولد من. البوليس بقاو كيقلبوا على مريم ولكن ما لقاوهاش، كانوا باغيين يعرفوا غير هاد الرضيع منين جابوه والاصل ديالو منين. من بعد عام ونص وهي غابره، واحد نهار واحد السيد جا عندهم وقال لهم بان واحد المراه سميتها مريم كتنصب على الناس وكتقول لهم بانها غتجيب لهم عقود عمل باش يخدموا في قطر، وبانها كتاخذ من عندهم شيكات ومن بعد كتغبر وما كيشوفوا منها لا ديدي ولا حب ملوك، وبانه داير معاها باش يتلاقى معاها، وباللي اتفقت معاه على اساس انه يعطيها 3 مليون باش تجيب ليه الكونطرا. دار معاها البلاصه فين غيتلاقاو والوقت، والبوليس قالوا لي غتلاقى معاها في نفس البلاصه وحنا غنجيو لعندك لتما من بعد ما توقفها معاك باش نحصلوها وهي متلبسه. فعلا داكشي اللي كان، هاد السيد تلاقى مع هاد المراه، جبد واحد الشيك اللي كان فيه المبلغ ديال 15,000 درهم، يعني نصف المبلغ اللي كانوا متفقين عليه. عطاها الشيك ودخلت لساكها حتى كيبانوا ليها البوليس جايين في جهتها، لقاو عليها القبض واول حاجه داروها خداو من عندها الصاك. ملي حلوه لقاوها عامر بالشيكات، يعني السيده كانت شابعه نصب في عباد الله. لقاو عليها القبض وداوها معاهم، ومن بعد ما سيزاو الاسم ديالها هنا كيتصدموا بان السيده عندها سوابق وباللي عندها تهمه محاوله تهجير رضيع وتزوير اوراق رسميه. من بعد ما واجهوها بالتهم ديالها ولقاو انها غوشيرشي، عاودت لهم القضيه من أ حتى لزيد كيفاش وقعات وشكون اللي عاونها حتى دارت هذوك الوراق. ضابط الحاله المدنيه وهذوك الجدراري اللي خدامين في السيبر والممرضه كلهم تابعوهم بتهمه التزوير،
أما هي فتابعوها بتهمة محاولة تهجير رضيع وتزوير وثائق رسمية. قدموهم للمحكمة، حكمت عليها هي ب8 سنين، والآخرين حكموا عليهم ب3 سنين الواحد. أما المواطنة القطرية بصراحة ما عرفتش أشنو داروا معاها، لأن البحث ديالي في هذه القضية وصل لحد لهنا وما لقيتش معلومات أخرى اللي تقدر تبين لي المصير ديالها، خصوصا أنها رجعت لبلاد ديالها قطر. أما بالنسبة للرضيع فحطوه في دار الرعاية اللي خاصة بالأطفال المتخلى عنهم. القضية ديالنا هنا تسالات، شوفوا الطمع فين كيوصل بنادم. على قبل 2 ريالات باعوا كرامتهم وحريتهم. أما هذيك آمال فكان كيصحاب ليها كاينه السيبه في البلاد، تجي وتهز الولد اللي بغات وديه معاها بلا حاسيب ولا رقيب. وبلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي وانتم في احسن الاحوال. وما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في هذه القضيه، والى عندكم شي جريمه ولا شي قصه بغيتو تواصلوا معايا وتحكيوها ليا، غنخلي لكم الجيميل ديالي والباج انستغرام باش تواصلوا معايا. ونتلاقاو في الفيديو الجاي وانتم في احسن الاحوال، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.